الجزائر ترد على طلب الجامعة الملكية بخصوص الشان مباشرة بعد إعلام الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قرار بعدم مشاركة المنتخب المغربي أقل من 23 سنة في دورة الشان المقامة بالجزائر إلا إذا توفر خط مباشر من المغرب إلى الجزائر لنقل البعثة المغربية. خرج الإعلام الجزائري سعيد بن سديرة المقرب من النظام العسكري الحاكم ليكشف موقف الأخير، وقال بن سديرة إن السلطات الجزائرية ستوفر خطا استثنائي لطائرات البعثة المغربية للمشاركة في كأس إفريقيا اللاعبين المحليين. وكتب بن سديرة تدوينة على حسابه الفيسبوكي جاء فيه مرحبا بالفريق المغربي في قسنطينة. وأضاف بن سديدة قائلا: الجزائر ستوفر خطا استثنائي لطائرة الفريق المغربي من أي مطار مغربي إلى أي مطار جزائري وفي أي وقت عندما يتعلق الأمر بأي بطولة تحت راية الاتحاد الإفريقي أو الاتحاد العربي أو الاتحاد الدولي. وتابع: لا يوجد أي مانع، ومرحبا بالفريق المغربي مثله مثل أي فريق مشارك في البطولة. تدوينة بن سديرة اعتبر متتبعون بمثابة تمهيد لإعلام قرار بشكل رسمي من طرف الأجهزة الرسمية للدولة الجزائرية بخصوص مشاركة المنتخب المغربي. وتفاعل رواد المواقع التواصل الاجتماعي مع تدوينة بن سديرة مجمعين على أن العسكر وجد نفسه مضطرا ومرغما على الاستجابة للطلب المغربي.